وحوسم وياسين من مقلب لمقلب، وظائف شاغرة والكل يطلب. وحوسم وياسين من مقلب لمقلب، وظائف شاغرة وظائف شاغرة، وظائف شاغرة وظائف شاغرة. الشغل يشتهي مهما يشتش مقالب، وسنين الدراسة كانت في متاعب. الشغل يشتهي مهما يشتش مقالب، وسنين الدراسة كانت في متاعب. وظائف شاغرة وظائف شاغرة، وظائف شاغرة وظائف شاغرة. أعطينا الوثائق كل مكملة، لك أحسن وظيفة من غير بهذلة. أعطينا الوثائق كل مكملة، لك أحسن وظيفة من غير بهذلة. وظائف شاغرة وظائف شاغرة، وظائف شاغرة وظائف شاغرة. أحلى واحد شاي لأحلى حسون في الدنيا كلها. ولد أحلى واحد شاي لأحلى حسون. حسون في عينك 100 مرة قلت لك، وبالذات هنا بمكتبي يا محترم تقول لي الأستاذ حسام. واضح؟ واضح يا أحلى حسون في الدنيا كلها. ولد أحلى واحد شاي لأحلى أستاذ حسام. أيوة كده، لازم تشحط نفسك. أشحط نفسي؟ أيوة والله كده يا أستاذ حسام. وأنا اللي كنت أمنع نفسي من الأكل عشان أكلك، وأمنع نفسي من الشرب عشان أشربك. وأنا اللي كنت بجيب لك 3 موظفين لابد بكتبك. ليه شيخ؟ من حقك الموظفين تجيب لهم كل يوم. الله الغني عنه. ولد انصرف انصرف. يلا صح انه الشاي حقه زي وجهه، بس برضو يلا بشربه. حامي لا خلينا نشوف ايش اخر المستجدات. يلا والله وعملت يا حسام 22 مؤسسة مرة واحدة. هي هذه الصفقة اللي بركبها موجي، اللي ضاع مني قدام المدير بعد ما ضيع عليه التافه ياسين. أتفهم منه مستحيل. شوف أنت كم بيطلع لك موظفين للمؤسسة الواحدة إذا حسبناها بالحسبة الصح. إذا قلنا إن كل مؤسسة بتحتاج كم كوادر لكل الأقسام. أيوة نحسبه. نشوف كم بيطلع يا حسوم إذا قلنا إنه بتحتاج المؤسسة 1 على 12 قسمة 2 مضروب 7 لكل 6 ساعات في الثانية. معناته كم بيطلع يا حسوم؟ كم بيطلع يا حسوم؟
50 موظف. سالي معناته انك بتستفرد من الملعب يا حسام. على كيفك. بس كيف اسوي بالنثرة اللي سبب لي ياسين؟ لا، لازم اضرب بيت من حديد واقوي شوكتي داخل المؤسسة واكون انا صاحب النفوذ الاول والاخير. يعني مش الأول دفعة واحدة، كلمتي بعد المدير مباشرة، ولي الحق باتخاذ القرارات طبعا بعد إذن سيادة المدير حفظه الله. كلمتي تمشي على الكل بما فيهم المحترم اللي على يد الشمال ياسين، وأوريه إن أنا حقه وإن أنا قادر في عصوب أسناني. طبعا هذا كله بسبب أحلى خبر، والخبر هذا أول ما يسمعه بينقلب 3 مرات على التوالي. وبكده يكون قرب أجله. ومين اللي قرب أجله؟ أنت. البطالة. البطالة. أيوة. والبطالة تقول قرب أجله ولا قرب أجله؟ ما يمترط ليش هذا الآدمي كلامه يسبب لي قرحة بالمعدة. خلاص فجأة بقيت مدقق لغوي خبير الحركات والسكنات. أنت إيش فهمك إيش اللي براسي أنا وإيش اللي أنا أخطط له؟ إحنا محترم بصفتنا كمكتب توظيف. أيوه. لازم نوفر وظائف شاغرة. أكيد. أيوة لكل الموظفين وبكل التخصصات أو حتى بدون. أو حتى بدون. أيوة. تقصد بدون شهاية؟ أيوة. لا أنت هذا اليوم مش طبيعي. مش يكفي حقك النثرات اللي تسويها لنا كل مرة؟ وانا من هبالتي اصدقان ونروح في 60 داهية. داهية لما تكبك من فوق 7 دور ما يلاقوا لك شقف من عظمك، لأنه أنا عارف اللي مثلك لو حصلوا جزء بسيط من عظمه يرجع يتشكل من جديد. وباء بشري بأبعاده 7. المهم مالي ومالك ده الحين، خليك على اللي انت فيه. شوف شغلك. طبعا انت فاهم ايش انا قصدي. أكيد ببقي فيه به وعلى طول، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. يشرب من البحر. مسوي لي في بيت عامر حسني مدري حكيم نظرة، لكن سهل اللي مثله لا بد ما يجيله يوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الملك العلام الذي علم الإنسان النطق باللسان. أي خدمات أستاذ الفاضلة؟ أنا وما أملك ومكتبي تحت أمرك. قصدي وكل الوظائف اللي حابة تقدمي في به تحت أمرك. كده على طول؟ مش لما تعرف أني ليش جيت لهنا وعشان مين؟ عشاني أكيد. قصدي عشان تقدمي لي السي في حقي وأنا بموجبه أشوف لك أحلى وظيفة وبأحلى مكان. يا أحلى ما في مكان. صح كلامي ولا أنا غلطان؟ صح. غلطان. غلطان. أيوة. ليش غلطان؟ إذا كان كلامي زعلك بأي حاجة فتنقطع لساني قبل ما أنطق. لا مش لهذه الدرجة، بعد الشر. على فكرة أنت إنسان محترم وكلك ذوق. تسلمي لي. تسلمي. بس أنا كنت حابة حتى أنا حابب استفسرك على الجانب الطبي ومراحل العلاج وكيف تبدأ تستخدم بالتدريج وأقرب مركز من هنا. الجانب الطبي، مراحل العلاج. سهلة. الجانب الطبي. مش مهم طريقة التنسيق، ولا تشيلي هم من هذه الناحية. مثل هذه الأمور أنا أحركك بثواني. طبعا عن طريق المكتب أو عن طريق علاقاتي الشخصية. أو في حالة ما حسيتش إنه المكتب ما قدر يستخدمك بسرعة، فأنا أضطر إن أنا أنفش بعلاقتي الشخصية على الطاولة وأشوف أسرع حد ممكن ينفذ لي هذه المهمة ومن غير تأخير، وتشوفي نفسك تحلقي في السماء الله على البساط. يا سلام. وتوصلي لحلم حياتك بأسرع وقت. بس هذا طبعا إذا كانت كل أوراقك مكتملة. وعلى الآخر على كده أنا بديت أقلق. تقلقي؟
أيوة. تقلقي من ايش؟ انت مع ياسين، حتى لو ما فيش معك شهايد واوراق فلا تقلقيش، عادي. بوصلك، هذا حلم حياتي ولازم توصلي له. المهم توثقي في بي بكل الاحوال، وما دام جيتي لعندي مباشره فلا تقلقيش، وما دام ما مريتيش بحد فلا تخليش اي حد يدخل بيننا. أي حد أي حد؟ اي حد. كده أنت طمنتني على الآخر. وما دام ما تشتيش أي حد يدخل بيننا، كده أقدر أنجز مهمتي. وبكل بساطة. البساطة اللي تتكلمي عنه هي إن أنا أوظفك بكل أريحية، مش بالجانب الطبي فقط، حتى لو تشتي كابتن طيار من الدرجة الأولى. الله، يا سلام عليك. بصراحة أنا ارتحت كده من داخل قلبي، وقدرت أتوظف أي وظيفة أتمناها، وسواء كنت معي مؤهل أو حتى بدون. بجد مش عارفة إيش أقول لك وكيف أعبر عن شعوري ناحيتك، ناحية كلامك الحلو ولسانك اللي نقط زي العسل. بجد مش عارفة من فين أبدأ معك، ومن فين أجيلك، وكيف أنتهي بك. مش عارفة كيف أوصلك لعند رب العالمين اللي زينا إحنا الشباب يتسكع بالشوارع وينام على الأرصفة وتحت راسه شهاده اللي تعذب عشان سنين. أما الأظافر والمسكرة والرموش تتوظف عندكم بسرعة البساط السليماني. صح كلامي ولا لا؟